ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير. معاكم شو من قناة كرش مو حبايب عم كوكو. حبيبي يا جو. حبيبي يا كوكو، وحشنا كالعادة حبايب قلبنا. والنهارده جايبين لكم مطعم من اتقل الاسامي في مصر، عامل حاجات رخيصة للناس الغلابة. اتمنى انها ما تبقاش ضحك على الدقون. احكي لنا ايه هو المطعم يا عم كوكو؟ النهارده يا جماعه احنا معانا قصر المندي، يا دوبك لسه منزل كده شويه عروض حلوه، سعرها في الحنين 88 جنيه الوجبه. جبنا العروض كلها، جبناهم كلهم نجربهم ونقول لكم راينا. يا مسهل يا رب. وعايزين ايه يا باشا؟ عايزين 5000 لايك شويه في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشترك، عشان انا بقيت اتلخبط في الجمله دي عشان بقولها بسرعه. وهنجيب الحاجه ونرجع لكم. وقد حضرت الاشياء يا جماعه، سامحونا والله احنا بنصور بعد الشغل، خدوا بالكم. والجو حر موت. دول الاربع اللي شكلها ليه في الفيديوهات يا باشا بتبقى علبه مطوله كده، وصح ولا انا غلطان؟ لا هي نفس العلبه. طب خلاص يبقى انت ادرى. سلطه الدقوس باعتين معاها سلطات. طب والله العظيم الله يبارك لهم، دي كده من غير فلوس. هنظبط الوجبات دي ونتمنى انها تكون قيمه مقابل سعر من مكان اسم عريق زي كده، ونرجع لكم تاني. وظبطنا الحاجه وواضح ان احنا هننبسط. اي نعم. نبتدي اول حاجه بالباكج. جايب لنا 4 باكج فيهم. ده ملح، ما هذا يا ولدي؟ ملح صوت. ملح. ودي خله ومعلقه ومنديل. مفيش منديل مبلل؟ لا. منشفها ليه يا قصر المندي؟ ونبتدي بقى باول حاجه زي ما انتم شايفين كده. دي وجبه كفته معاها سمبوسك وصابعين كفته محملين ورز بسمتي. رز بسمتي. ايه اللي انا ما بدور على ايه؟ معلش سامحونا والله يا اخواتي. وزبيب. ومع كل وجبه دقوس سعر الوجبه. اي وجبه هتيجي معانا النهارده، هم عاملين 4 وجبات، الوجبه سعرها 88 جنيه. في الاعلانات اللي عاملينها يحسسك انك هتشتري ال4 وجبات بال 88 جنيه. لو حد فيكم شاف الاعلان هيبقى فاهم كده اللي انا بقوله، انما هي الوجبه الواحده ب 88 جنيه. مظبوط. يلا بينا نبتدي. يلا. لا نبتدي رز. ندوق الرز الاول نخلص أوكي. منه. والسمبوسك هندوقها المره الجايه عشان هي سمبوكسايه واحده، عشان كل واحد يدوق. الله ينور عليك. ندوق الرز الاول لوحده. المعتاد زي حضرموت عنتر وحضرموت شيخ المندي، الرز ده بيبقى عالمي. نجربه بالدقوس علشان نخلص منه خالص. حلو قوي. تحفه تحفه. ودسم. هو الرز بتاعهم دايما بيبقى تحفه. عامه المطاعم دي اللي هي اللي بتاعت المندي والكلام ده. يلا بينا. مالح قوي. هو الدقوس كده. هذا هو الدقوس. دقوس على اصوله ومشطشط للناس اللي بتحب الشطه. مشطشط بس مالح. تمام. انت ممكن تكون خدت كتير بس هو ممكن. يلا بينا على الحدث الرئيسي. صابعين كفته. انا على فكره الوجبه جميله، لا على السعر بصراحه سعرها حلو فعلا. تحفه. يلا بينا ندوق كفته. ممتاز. كفته حاتي مخرزه مليئه بالدهون واللحم. تحس انها مثلا 75% لحم 25% دهون. الميكس المكيفه مع الرز بالزبيب التحفه مع الدقوس الجميل مع السعر الحلو المهاود. طلعت مش اشتغاله من قصر المندي، لا دي حاجه تتجرب وهتبسطك وتشبعك. لو انت نفر لوحدك ب 88 جنيه هتاكل لحمه نظيفه. كوكو. الكفته جميله جدا، الدهون فيها قليل على فكره، مش كتير. أيوة بس أيوة. مظبوطه. التخريزه بتاعتها حلوه، طعم الشوي جميل مع الرز بتروح. عجبتني قوي. تحفتين 3 بصراحه، على عكس ما كنت متوقع. لان السعر مش هتديني كواليتي عالي، بس هو المطعم كواليتي عالي واضح في كل حاجه. شكرا قصر المندي. ونعد. يلا بينا. 1 2 3. 10 من 10 الصراحه. ما هو مفيش غلطه. هو مفيش غلطه. هنعمل ايه؟ 10 من 10. وهنجيب اللي بعد كده وان شاء الله نكمل في السعاده. ونخش بقى اللي بعد كده يا جماعه. زي ما انتم شايفين دي وجبه شيش، عباره عن 3 قطع شيش، حجمهم بصراحه حلو محملين. بيجي معاه سمبوسه ورز وعيش ورز وزبيب ودقوس. وسعرها برضه 88 جنيه. ندوق اللي ما دوقناهوش الاول. يلا بينا. لا معانا قطعتين سمبوسك، واحده من الوجبه اللي فاتت واحده من الوجبه دي. يلا بينا. شاربه زيت كتير قوي قوي. طعم الجبنه فيها حلو. جبنه بيضه طعمها حلو.
انا ما بسطتنيش. هو كده كده السمبوسك تاكلها في المطعم، بس برضه هي شاربه زيت بزياده قوي يعني. بصوا لو ضغطنا عليها كده مش هتشوفوا اي حاجه، هتشوفوا في ايدي ممكن. فهي شاربه زيت كتير. المفروض السمبوسك دي ايه، تنزل على زيت عالي قوي وتروح طالعه في نفس اللحظه، لان اللحمه اللي جواها او الجبنه اللي جواها ما بتبقاش محتاجه. ايوه. نخش على الحدث الرئيسي. يلا 3 بينا. قطع شيش محملين حلوين. يلا بينا. يلا. رايق قوي. وراك تتبيلتها حلوه. رايقه ودايبه وطازه، جميله جميله جميله، ما اقدرش اقول عليها حاجه. تسويه 100%. اللي واقف عندك على الشوايه على فكره عالم. اكيد قصر المندي برضو مش تعبان. واحنا جربناه قبل كده اساسا. اكيد المفروض يعني. اكيد. فحتى الان بعيدا عن السمبوسك اللي شاربه زيت دي اكسترا يعني اضافه، بس اقدر اقول ان المطعم ده عامل عرض كميه وكواليتي محترم. وهتنبسط منه وهتوفر. مبسوط جدا. نفس الكلام مفيش اي اختلاف. نعد. يلا بينا. 1 2 3. انا هديله 9/10 عشان السمبوسه، واللي فات برضه 9. مش عارف، لا انا زي ما انا 10 في الاولاني و10 في الثاني. وجبه موفره وسعرها كويس من مكان محترم بكواليتي عالي، وهنجيب اللي بعد كده ونكمل في السعاده. ونخش على اهم منتج بالنسبه لي انا وكيرو النهارده. وزي ما انتم شايفين دي وجبه فيها صابعين طرب محملين كده، تحس انه ايه، بيلي كور مع زبيب كتير، والسمبوسك والرز والدقوس ب 88 جنيه برضه. بس السمبوسك هنا منظرها الصراحه منفوخه قوي، منظرها منفوشه حلو. دي. بس الطربايه منديل اللي هو اللفه اللي على الهادي ده. يلا بينا ندوق. يلا. بصوا المنظر بس. تناغم أطعمة، مزيكا، سيمفونية. بس أنا هطلب طلب بس بسيط من اللي على الشواية، إنك كنت تسيبها 30 ثانية تاني هي بس. كانت عايزه تتساب شويه. 30 ثانية. حصل. هو المنديل رفيع اللي هو اللفة الواحدة، منديل ضاني جميل زي الفل، ولكن 30 ثانية يا عمو بتاع الشواية الدنيا هتبقى تمام. اللحمة من جوه عايز أقول لك أحلى من الكفتة. هي نفس اللحمة، بس طبعا كميتها أكتر من الكفتة لأن ما فيهاش التخريمة اللي جوه دي. دي كوجبه مقابل سعر افضل من الكفته كمان، لان فيها لحمه اكتر. كوكو عجبتني برضو، بس فعلا المنديل عايز ترس عليه سنه. بالظبط. زي الفل. مبسوط جدا. متفقين انا وكيرو ونعد. يلا. 1 2 3. 10/10 عشان منظر السمبوسك هنا يصر. وانا 9.5/10 علشان ال 30 ثانيه دول. سامحني يا قصر المندي وسامحني يا بتاع الشوايه، انا عارف ان انا برزل عليك، بس هم كانوا 30 ثانيه هيبسطونا قوي. وانبسطنا بثالث وجبه، وفعلا وجبه موفره. وقليل جدا في القناه هنا لما نلاقي حد عامل عرض بجد وكل حاجه حلوه وعرض بجد. ما بيبقى يعني اغلبيه العروض اللي جربناها في القناه أيوة هنا بتبقى شغاله، بتلاقيها لو جبتها لوحدها فرط هي او فرق 5-10 جنيه. انما ده لا، عرض حلو جدا. ونكمل ان شاء الله في السعاده. ونخش بقى باخر وجبه يا جماعه. زي ما انتم شايفين المفروض ان دي وجبه ربع فرخه وهي الورك، بس انا شايف ان هم واكلينها الصراحه، او واكلين منها جزء كبير. والله لا يا وبيجي معاها رز وسمبوسك وزبيب خد ودقوس. بالك هي مش ورك يعني. انا عندي جزء من الصدر اهو لان الرقبه اهي، تمام. وانت عندك جزء من الورك. هي 3 قطع شيش زي ما بتيجي معايا، بس شيش بعضمه طبعا يعني. فراخ شيش. ماشي. يلا بينا نتذوق الوجبه الفراخ المشويه. بسم يلا. الله. وانا ليه مش مستمتع قوي؟ انت ايه الدنيا معاك؟ هي فيها ليمون كتير بس فيها سنه زفاره. هو طعم الشوي عاجبني، بس تحس ان الفراخ مركونه. معرفش، انا حاسس ان فيها سنه زفاره. طب اخد قطمه ثانيه. هو انا ما اقدرش يعني بعد كل اللي عملناه ده ان احنا نخبط في المطعم، بس انتوا عارفين احنا بنقول كل اللي لينا واللي علينا، بس ناخد قطمه ثانيه. بصوا فيها سنه زفاره بقرش ساغ. عايزه انك تبقى واحد بتدقق قوي في الحاجه وبتقارن ما بين الحاجات كلها، العروض اللي عاملها، علشان تحس باختلاف. انما لو جبتها لوحدك كده هتبسطك بس مش هتشبعك زي كل اللي فاتوا.
كل اللي فاتوا فيهم لحم اكتر او فراخ اكتر، ده رايي انا وانبسطت منها برضو. ولكن حته الزفاره والليمون الزياده دي اقل واحده بالنسبه لي من الاخر. كوكو. طيب انا بالنسبه للزفاره ما ضايقتنيش، الشوي والتتبيله طعمهم حلو، بس انا حاسس ان الفراخ هنا مش فريش، يعني ده الاختلاف اللي مع جو. طيب يبقى يعني احنا الاثنين مش مبسوطين من كل واحد من ناحيه. ده حقيقي. نعد. يلا 1 2 3. انا ممكن 6.5 من 10. انا لا 4، هي اضعف وجبه معانا النهارده. سامحني يا قصر المندي، ولكن لا ننسى، اوعى تكون غدار وتنسى قديمك. من فات قديم وتاه. الكفته والطرب عاليين قوي قوي قوي. من افضل الايام الحلوه اللي بنجيب فيها عروض وتطلع عروض. مظبوط. ننسى خالص الوجبه اللي ما عجبتناش دي، الثلاثه اللي قبليها تحف واخدين كلهم 10 و9.5، فحاجه ممتازه. فنشكر قصر المندي على هذه العروض، وافضل مكمل ان شاء الله وعمل لنا عروض اقوى واكبر من هذا. واللي وصل لغايه هنا يقول شكرا قصر المندي، عشان هو يستاهل الشكر ده بصراحه. هو هيقول لك لحسن اعلان ولا حاجه، احنا ملناش في الاعلانات، بس هو يستاهل ان هو يتشكر على الوجبات دي. تمام. عايزين ايه يا باشا؟ عايزين 5000 لايك شويه ده في كل ما مكان. قيمناش اوفر اول. نقيم اوفرول. نعد على طول 1 2 3. 8.5 من 10. وانا 9 من 10، ولولا الوجبه دي كانت 10 من 10 طبعا. أكيد. واللي وصل لغايه هنا عايزين 5000 لايك شويه ده في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشتركوا على زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. ونشوفكم على خير فيديو جديد. وكلام معكم جوكر شوبو وكيرو. سلام.